في الفترة الأخيرة كلنا ملاحظين الانتعاشة الكبيرة في السوق العقاري المصري، وده خلى مصر من أكبر الدول في المنطقة لجذب المستثمرين الأجانب، عشان كده بقوا حريصين جدا إنهم يكبروا استثماراتهم في مصر. أنا محمد عشري CEO ايساند بروبرتيز، هكلم حضرتك على نموذج بيوضح لنا الكلام ده. شركة جذور ديفلوبمنتس، ودي شراكة مصرية أجنبية ما بين شركاء من مصر والسودان وبريطانيا وكندا، بسابقة أعمال في أكتر من دولة حول العالم وفي كل قطاعات تقريبا، زي قطاع البترول والاستيراد والتصدير والبناء والاستشارات الهندسية. نازلين بثلاث مشروعات في مصر حاليا. اول مشروع ليهم في القاهره الجديده اسمه نيو، وهيكون اكبر كوميرشال هاب في المنطقه جنب مكتب النائب العام وعلى محور النصر مباشره، دقيقتين من الجولدن سكوير وشارع النوادي زي النادي الاهلي ورويال وبلاتينيوم. المنطقه كمان فيها كوميونتي عالي جدا، لان اغلب الكومباوندز الموجوده كلها فيلات وعايشه من سنين. المشروع على مساحه 19000 متر هيضم كل البراندات العالميه، لانه هيتنفذ بكونسبت عالمي في كل تفاصيله، الاول في مصر والثالث في الشرق الاوسط، لان الحوائط بتاعته بنسبه 90% هتكون عباره عن شاشات عرض وشاشات 3D، والثقافه دي موجوده في اغلب الدول المتطوره زي طوكيو في اليابان وتايمز سكوير في نيويورك. وده طبعا بيعمل ترافيك كبير جدا، بدليل ان اي حد بيسافر نيويورك لازم يزور تايمز سكوير ويتصور وسط المولات والشاشات ويشتري من البراندات الموجوده هناك. الاستشاري الهندسي شركه LDB، ودي من اكبر الاستشاريين الموجودين في المنطقه بسابقه اعمال كبيره جدا في مصر والوطن العربي. نيو هيكون فيه مكاتب إدارية وعيادات طبية بمساحات من أول 45 متر بمتوسط سعر 140 ألف جنيه للمتر، ومحلات تجارية بتبدأ مساحتها من أول 55 متر بمتوسط سعر 250 ألف جنيه للمتر، بمقدمات بتبدأ من أول 10% وتقسيط بيوصل معانا لحد 9 سنين، ولو حجزت دلوقتي هتقدر تستفيد بخصم بيوصل معانا لحد 10%، وده طبعا لفترة محدودة جدا. بلاش تستنى كتير وتضيع فرص مهمة جدا من إيدك، وكلمنا على الرقم اللي ظهر قدامك أو اعمل ساين أب، وهكلمك أشرح لك كل التفاصيل وهساعدك في اختيار الفرصة الاستثمارية المناسبة ليك.